بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خبركم أحوات خبركنا حد أما العالم تركبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأولاد ويدما دقنا التعبابيا زبل جميرنا يزلنا مبلك الأي كفال كنقصلينا بزعبة أهمية تربية الأولاد في الإسلام لنا تزاربنا مالت نيرنا أقداس النت أبسلمنا قلعت معباي مالتيو. وطبعا تذكرنا يو بزعبة نوح عليه السلام سودو أبتز حلف كفار بزعبو تزاربنا مالتيو ويدما قليسنا حج خاء كان أي نتبي حيزو لنا زلو زقصل مالتيو بزعبة إبراهيم عليه السلام بزعبو أزقلص مالتيو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القرآن تايلو مالتيو أب سورة البقرة آية 224 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام. طبعا بزعبة إبراهيم عليه السلام إذا آياز قلت لنا مالتيو كمتي كلهم علماء استسموا علوم مالتيوم إبراهيم عليه السلام إمام كم زنبري عبي بوتا خم زنبورو أبسلمنا تراي زيكون حتى بكالو الطوائف بزأمنوا مالتيوم كلاتهم إزي نبيزي حتى يعني توم مشركين كي ترفو كمان زأمنوا له أفسناهاتهم مصحفتات مالتيو إنه الله سبحانه وتعالى ني إبراهيم بزح كم زفتنو بقالاته مالتيو بأوامر اتي بكلماته مالت اتي أمرنا يربي إذا قبر إذا أي تقبر إلو رب العالمين فتنوه نمنتاي اتفتنا خفتن كله الله سبحانه وتعالى نتم عباد نهاتو وينتم بارايو نهاتو تم إيمانياتات نهاتو قويتا يفليو مالتهم كافتم حسوتين كافتم حقنياتاتن يمميو مالتو اتفتناسي من النت كازوت مالتيو ويدما اتفتنا ويتحلف ويتودق مالتيو نابنت حقنيا ندحر كوينو ناي بحق بربي زامن ندحر كوينو ابتفتنا قط يبل مالتيو ات زي كونه خا تحساو خاني يركس ويدما يفدح مالتيو الذي لا يثبت اتحساوي لا يثبت عند الابتلاء له ابتفتنا قد ايبلنيو والامتحان ابتفتنا اتي حقنيا جن طبعا قد كم زبل قدماي نجر قد يبلافتي تفتنوا له مالتي قال اي كات درجه نهاتو اتي قدر نهاتو بوتو خاني يلعل مالتي ويزيد قدره ويزكو عمله تسرحو رب العالمين يعني فتوى مالتي صوري صفوف يخون ويخلص يعني حاكلك خمزي ورق تصر مالتي صوري يخون مالتي نهاتو إيمان. وكان من أجلهم اتي أصبقوا الذكر كابتهم أنبياتات بفتنا زحلفة مقام زلو وبوتا زلو خليل الله تبهله يعني ناي رب العالمين زفتو نبي خاني إبراهيم عليه السلام مالتي فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا فقال إني جاعلك للناس إماما. رب العالمين كأن إذنها تفتنا استفتنوا إبراهيم عليه السلام مالتي بؤسل زحلفه سلحراي سلزبله سلزأمنه سلتقبله كل سلزقبر مالتي سلزمسجنه الله سبحانه وتعالى اتنهاتو
تجبارن اتناهاتو إزازون ريوخ رب العالمين كأني إني جاعلك للناس إماما يلو مالتي أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. سبحان الله. طبعا إبراهيم عليه السلام بزمس حلف مالتي رب العالمين إمام غيره أب كله أبتنا إسلامي إمنة رايزي كونه. طبعا نحنا كريستنا يخون يهودنا يخون كلنا عنا إسلامي لكن ساتهم قال شمس اللي ذهبوا ولا أبعتهم كمان نحنا إبراهيم نبلو ساتهم أبراهام يبلوه كم إمام كم قدوة خوينو كل جزء إبراهيم عليه السلام يذكر مالته رب العالمين كل جزء كم إمام كم يذكر غيرون من تاي فعلا قدوة سلزهون مالته أن يقتدى بهديه بتناتو من قدي يعني في قمة الطاعة يعني كم تنفط مالته ناي إبراهيم عليه السلام طاعة نهاتو يعني وصف يبلون يعني سبحان الله أب كل قناتات شنخ ناي هيوتو خضر إن كلنا دائما مطيع لله سبحانه وتعالى نير مالته ولذلك الله سبحانه وتعالى خاني إمام جيرو مالته إني جاعلك للناس إماما يلو رب العالمين بقو تختلتن تهادينهاتون دحريو تختلنا خمن خيد نابتينا يزل على موزخونه حتى حقواسن دستان جنان ندحن ندلو خوينا مالتيو ويحصل لك الثناء. إبراهيم عليه السلام كل جزء يذكر كل جزء بتصبغ إلا عن حتى كل جزء عمت حج كله تسب يعني أتي مقام إبراهيم يرئي ناي مقام إسماعيل يرئي كله تاريخ سبحان الله خم بحدش عمت كل جزء يعني زل ألماوي مالتي والأجر الجزيل تأجر ناي إبراهيم عليه السلام كل جزء إلى أنه خير سلز جبر اتناهاتو خير خاني يبصح مالتي والتعظيم من كل أحد كله مسخبره مالتي وهذه إلو يعني أفضل درجة لعمر الله أفضل درجة تزبلت درجة مالتي تنافس فيها المتنافسون وأعلى مقام شمر إليه العاملون وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. طبعا إذن قرزي زي بوتازخ أنئي كله خير زدلن زك أدادم نتخير نجر زك أدادم سبن يعني تعاتقو زسرحلو سبن دحر كوينو نافتي درجة أو أكمل حال نخبت صح نافتهم زخم زخيل مالتيو وخاصة زم أولو العزم زنبورو خاء كابتهم مرسلين وأتباعهم طبعا تم أنبياتات كوينهم لكن تمنا أنبياتات تختل تخعر أبنت حجي العلماء ورثة الأنبياء يبهالو ناي أنبياتات ورثة علمائهم مخنياتو ناتهم من قدي تختلهم سلزخدوا ويليهم كل باب درجة مالتي كل ما الإنسان أتبعو نربي قرابا يخون كل ما درجة أخذ ندعبه خير مالتي ولكل من كل صديق متبع يعني حق أنيا تختالا يزخون مالتي لهم داع إلى الله نربي دعوة زقبر مالتي إلى سبيله نفت من قدنا هاتماتي فلما اقتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته يعني إذا بوتا زخاء إبراهيم عليه السلام مسرأيو عبي بوتا مخانو بتعمل بوتا مخانو درجة مالتيو تي بوتا خم بالكلاناسي درجة نهاتو عند الله سبحانه وتعالى عبي مقام سلزخونه وأدرك هذا طلب ذلك لذريته انتهي له حتيتون ربي قال ومن ذريتي إذا بوتا زنا عايز هاب كان إذا مقام الذهب كانس نتم زرعي نتم ذريايون جبر الليل لتعلو درجته ودرجة ذريته نسوت راي زي كونه ناتو زرعي ناتو ذريا خاني زبلت درجان خونو مالتهم وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون فلله يعني عظمت هذه الهمم العالية والمقامات السامية الماتيو تي إبراهيم عليه السلام كان إمام مخانو زرئيكا يعني أبزين بعلو أبز موقف زين بعلو سكن دي نقر كن مهارو لون خلينا سبحان الله يعني حدث نبعلو ليدر ندحر كوينو فلات ندحر كوينو فلتات زفتو ندحر كوينو علم زفتو ندحر كوينو خير زفتو ندحر كوينو كل جزء دحر اختر في دسبلو يعني نبينو أيبلوني يعني أنانيا يبلون يعني مواصفات وصفات جميلة جدا حقيقة يعني وقال ومن ذريتي نعيت رايا يبلن نتوم زرعي كأني نتوم زمتصو كأني أبعتهم كأني علماء خركبو فلات أتكركبو ندعواز قبر خركبو خيرنيات أتكركبو صالحين خركبو سلز دليئيو
إذا خاني فعلا يعني نصحي لعباد الله نتم زرع ويدك سبات كأني خير سلزدلي ومحبته مفتاو أن يكثر فيهم المرشدون أبو أفتي ذرية سخاني متى نتي خير من قد زمر حسابات نخرجكبو دليوت سلزنا برا زرعنا مالتي. فأجاب الرحيم اللطيف أخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال سلازي انتاي لو مالتي الله سبحانه وتعالى إزي مقام إزي بوت هذا خاني أي واحد كم زي رخبو خا قليتو مالتي لا ينال عهدي الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر واليقين انتهي مالتي فإنه مقام آلته الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة فأين الظلم وهذا المقام سلازي إبراهيم عليه السلام نزرؤ مالتي حجي بزعبا قلعت إننا نزارب زلنا بزعبا تربية الأولاد إننا نزارب زلنا حجي إبراهيم عليه السلام اتخيري اتمقامة بوتا نسو نكل زرؤ دليو مالتي فحاتيتون ربي لك خمتي نوح عليه السلام نودو زحاتة مالتي نتودو كدحنز دليو مالتي إنه من أهلي إلو مش إنه ليس من أهلك إلو رب العالمين إذ ودخا كافتهم مشركين كافتهم كفار عفوا سلزخوني أهل خاص لزخوني نعو أدحن لك الدعاء أي تقبري له رب العالمين ولذلك قد يفو مالتي نوح عليه السلام كا يعني سامحني له يعني غرت حتيتو مالتي نمنتاي انسو نخلو بعموم ولا نتزي خفره ولا نتزي آمن بيت سبو مسيلو حتيتو له نير مالتي لا إلو أي كوننيو وطبعا ودو تأفئو مالتي كافتهم كافرين كوينو أفتبع أفتمايون تأليقو مالتي تأفئو ولذلك إبراهيم عليه السلام كأبزي حاتيتو مالتيو نعيت رايكو زي كون زي مقام زسي نزر أيون جبر الله يلو حاتيتو فأجابه الرحيم الله سبحانه وتعالى أنت المليس له إزبوت هذه مانع وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام زخل كله نزبوت هذه نخيبة صح زقبرو مخنيات حدا نقرأ له يلو مالتيو لا ينال عهدي الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين أبنت حدث أبناء الدين إمام كخون أبنت إمامكم بالكلنا يعني بسفحوا خنوزدوا لنا مالتيو لا ينالوا الإمامة في الدين يعني لأنه إبراهيم عليه السلام كان يعني نبين نبعلس أمة إنيرو كند أمة إنيرو اتنهاتو انتعشوا مزبوت هذا النبرة مالتيو ولذلك يلو رب العالمين لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها حدث نفس الزلمة زوت ساعة زجقنا وإذا عم بنصا وحط قدرها اتنها تبوتا أو ندحرا وريدو مالتيو لمنافاة الظلم لهذا المقام لأنه الظلم إذا بوتازم بحد خير أي كإلنيو فإنه مقام إذا بوتازي مالتيو آلته اتي نهاتو تأشو من تأيد يدليو الصبر صبر يدليو يقين يدليو رقصانيا تخون مالتيو بتي أولاً نتفعل على نجار كوردك خلوا صبر يدليك مالت لأنه أبدين مالت بزح أزاخ ما تسخلوا كم تي صحابة كم تي رسول الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم زدين إذا خبت سحلنا كندي أزار خيبو كندي سقاي تساقيو بقال تساقي أمه بس أرفديو بتكبر ديو بتقرنت ديو بموقع تديو بمنتاي ديو بكل نجار تساقي رسول الله عليه وسلم حتى بعرضو خي ترفخ ماني بعائشة مت أمه بمنتاي زي أتوه مالتهم ككافؤوه شو مخطفؤوه يعني كاب بيتسبو قربا بيتسبو كاب روحو كاب كل متيو مالتيو سلازي يعني حدث متدين اندحر كوينو حقيقة صبري يدل مالتيو بزح جزء يعني حدث اندحر أبنت أبتدين وصا اندحر نيرو سب ولا حد يمكن يستبهلوا له نيرو يخون بزعبو أي زاربين قال يخون لكن اندحر كابت كل حماق زقبرون نبرة قديفو وتيو نابدين آتو كل خزارب يجمر يعني بتصبقون بحماق طبعا ممكن حدا جزء بحماق كبزح خل على حسب مالتي لكن كل جزء أبدين كخون كل سب بزح اتهاماتكم وتأخل بزح شجركم وتأخل سلازي الصبر خد ليو واليقين يعني أبتزلوا إمنته خاني
قتلو كي تتأراتر شك خياتو ما نمتيو خاني نتزلوو حماق مخان ولا خردو تزدلو كي تقبلو زخيتو واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان إذا كله نخون كأني إذا سبزي انتا يزدلو بالتعمي يعني تنكر زخونه حق أنيا زخونه أبوشت أزعل بإيمان كله ولا ماتي الإيمان كم ترى صلى الله عليه وسلم زولو الإيمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل أبتي قلبها يعني قرار زلو يعني ما وقر في القلب يعني دتأرت نق زي بالمالتي خون كله وصدقه العمل تي إيمان تخاني أبتي تكبر بهوتنا خرائين كله إزي تتخكلن إيمان زبها المالتي سلازي جانب عظيم من الإيمان يدلو والأعمال الصالحة طبعا إيمان اللون حتى باهلو إيمان بقال تراي أكلينيو أما الحسكة تراي أكلينيو قبل بخا تراي أكلينيو والله أنا إيمانية لكن حجابي يقبلوني يزبل نحر كويني أبيد قالوا تي إيمانك ما تسيئو سلازي كلتو يزاد اللي مالتو الإيمان والأعمال الصالحة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزبل القرآن كل جزء إيمان تتلاعيلو مبزحت أوان الأعمال الصالحة يلعل لأنه تتزا تقبرو تي عمل الصالح لكن تي إيماني له صالح أعمال زي قبر نحر كوينو جن يعني سقاب كندينا تي إيماني لك تتأرات أرمالتو سلازي والأخلاق الجميلة خيلوه مسؤول قتيل زمت سخاني حدا سبت عمت أباي خون كله تبوط أباي خون كله جميل زخونه يعني مؤدب أخلاق جنتل والشمائل السديدة والمحبة التامة يعني شمائل تطبق يعني مواصفات زلو مالتيو والمحبة التامة والخشية يعني فرحتنا يربي كل جزء انت خجبرني يربي انت زعملي يربي قبله يلدي مفرح مالتي خشية يعني الإنسان يخشى يعني رجت أن يكونني بكل نجار يعني لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى والإنابة خجاجة خلوخ أني كلتنا تجاجيتين لنا يعني كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قلت إفوز من الله يا الله يا ربي تجاجي سامحني عفو بلنا غفر لي لأنه رب العالمين استغفروا لنا أبستجاجو خمو جزء استغفروا توبة جبروا تملسوا سلازم لنا باب التوبة مفتوح سجاب ودي سبز موت مالتيو سويد ما قيامة سجاب زلعل يعني من فضل الله من كرم الله سبحانه وتعالى علينا إنه باب التوبة مفتوح رب العالمين ليتي ثلث الليل وريدو كل جزينا عناي حتىنا من اللو استجاجي يغفر له من اللو حجز له خملس له ما كجبر له من اللو إلو نحن أبدو قص جزينا مالتيو ولذلك إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا فأين الظلم وهذا المقام إذا ظلم إذا بوتازنا إبراهيم عليه السلام كأسي بحده أي كيدني ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها حجي انتهي لو مالتيو قليت اتي ظالم كماني اتي إمامة خبصحي خيلن ديو اتي أسباب نهاتو اندحر تتقيمو مالتيو سلازي ودل مفهوم الآية آية زرد أن غير الظالم اتي عفوا أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها اتي ظالم زي كونه مالتي عفوا ودل مفهوم الآية أن غير الظالم يعني اتي ظالم زي كونه مالتيو سينال الإمامة خوني خيليو اتي أسباب نايتي إمامة زدليو اندحر غيرو مالتيو قتلو آيان تايلونا قد صالت آية خانتايلونا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سورة البقرة الآيتان 220 شوعة سقاب 220 شو تنزل مالتي أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت أي الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح وأرنا مناسكنا أي
علمناها على وجه الإرادة، الإرادة والمشاهدة ليكون أبلغ، ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سلازي إذا آياز قلت لنا زلو خايلو إنه إبراهيم عليه السلام مسودو مالتي إسماعيل في حالة رفعهما القواعد إتناي البيت ويدما كعبة أساسنا هاتو ويدما إتي كسرحن كله إتنا هاتو عندي دي البهل كجبروا خلو، واستمرارهم على هذا العمل قتلوا خلو كميلهم يوم يعني فريحهم إنه رب العالمين سرح زسي قبلنا دعاء قبلنا لهم دعاء غيرهم مالتهم نرأسهم النتي ذريانا هاتهم دعاء غيرهم مالتهم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إتي مناسك أني كم زقلتو إتي نسك كبهالن كله إتي تعبد ويدمان رب نجزأ له مالتيو زبزح زيناي مناسك الحج كم تزقلت مالتيو ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك يعني أعمال الحج إتنا أعمالنا حج كوني خيليو كم تسياق زقلت مالتيو عموما إتي نسك مالت نرب نجزأ له مالتيو مناسك زكبهالن كله إتنا حجنا أبنت أغلبه مالتيو. وطبعا إتي دعاء ناتهم كأحاسل دعائهما إتي بحطيرو زت أقاللنا إتي دعاء ناتهم مقبارهم كأنتي مالتيو يرجع إلى التوفيق للعلم النافع. ربسي نتي علم صبق زخونة نافع زخونة صبق صراح زقبرولو يوم حتيتومنا. ولما كان العبد مهما يعني زقبر انت قبر خعود دسب مقصر سلا زخونة أبنتي سجد يقرأ زكاة يوتس كل نجار يقبر، لكن كل جزء قدوليو ملو إزبهل يلنا يود السب. ولذلك انت يدل مالتيو دعاء يدل مالتيو ويحتاج إلى التوبة. كل جزء نبرب خملس توبة خنجحتت يجبأنا مالتيو وأبز آية زخاني الله سبحانه وتعالى انتي لهم ساتم دعاء غيرهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني توبة سي هابنا لأنه الله سبحانه وتعالى تهيبنا توبة نخد توبت رب العالمين تقليل لنا إن نتوبت انبر وتاب الله عليهم ليتوبوا زبل آيان له. يعني رب خطبت لك خل انبر توبة نخد قبر تقليل الكامبر قليلا يكون قالوا إسبتاي مسلو دحان يركبوا اللي قصي لخطبت يبل، لكن أي فلتني كركبوا لديو كما وديو ويمكن أبقى مئون ده هلو أي توبتني خون أساسنكم إلو خموتي خيل. يعني كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين نبت خير خوز دكا خلو إنبر ما يعني بدليته ترى يكون ودي سب كل نجار قبر زخل مالتيو. ولذلك أبزي إذا فقرازي أتطوكنا بلاينا إذا كان يتكفل سقاب أفتاسال سيتكفل نقصله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من التوابين ومن المستغفرين ومن الذين يرضى عنهم. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.